بتغيري الكرتونه كل قد ايه؟ هتسيبيهم قاعدين قد ايه في الكرتونه؟ طيب الكرتونه دي بتتغرق ميه ولا لا؟ بياخدوا برد فيها ولا لا؟ ايه فوائد الكرتونه وايه اضرار الكرتونه؟ كل ده هو. طبعا انا ما نزلتش ده امبارح لان انا ما كنتش هنزل لهم تاني روتينات، لان مفيش تفاعل عليها، مفيش لايكات، مفيش تفاعل خالص على الروتين، مفيش مشاهدات كافيه برضو على الروتين. فقلت بقى انزل روتيناتي وحاجات رمضان وكده، وبعد كده جات لي اسئله، فانا عشان بيني وما بينكم كل المصداقيه رجعت تاني صورت وقلت اقول لكم الدنيا برضو معاهم فيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا ما بغيرش الطبقه اللي عندهم خالص، لان هما دافيانين من اللمبه. كل انا بحطه بس طبقه جير اللي هو الجير الابيض او الجبس الابيض بس قبل اي حاجه. ونتكلم مع بعض نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. لو لسه ما اشتركتيش يا قمر اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا مش بقدم فراخ بس، ده الفراخ دي بس كده كتاكيت القمر دي حبيت ايه نعمل تجديدات في القناه، لكن انا محتوايا روتينات، اكلات، مشتريات، كل حاجه، وتجهيزات رمضان، كل حاجه تلاقيها معايا. فضل ما يسر امرك اللايك الجميل ونصلي على الحبيب في الكومنتات. بسم الله ما شاء الله الفراخ متحسنه يوم عن يوم علشان انا مظبطه لهم الدنيا. يعني بصحى الصبح افطرهم، بشيل اي زيادات او اي فضلات او اي حاجه في الكرتونه، بزود كل يوم شويه جير او الجبس الابيض اللي انتوا شايفينه عشان يقتل اي بكتيريا. معليه لهم الاكل علشان الميه ما تدلقش في الكرتونه زي ما انتوا شايفين. طيب هتغيري الكرتونه دي امتى وفين وازاي؟ انا مش هغير الكرتونه، انا الكرتونه زي ما انتوا شايفين في مشمع لبني قدامكم اهو زي ما انتوا شايفينه. كل اللي انا هعمله هخف، بس انا حاطه طبقه كبيره من النشاره، هخف النشاره اللي على الوش وهحط طبقه جديده. ده هعمله معاكم في الروتين بتاع بكره، يعني هبتدي بكره هخف النشاره دي واحط طبقه بقى نظيفه خالص، عشان اهم حاجه يا بنات التهويه، واهم حاجه التدفئه، واهم حاجه النظافه. هتعملي معادله بسيطه ما بينهم، ان انت يعني انا ابتديت ايه ما شاء الله هم كبروا عن عمر يوم، فابتديت ان انا هوي الكرتونه حته صغيره من فوق، يعني اعمل فتحه صغيره كده من فوق ناحيه واحده مع اللي قدام دي. ليه؟ لانه كانوا ابتدوا ان هم يتخنقوا شويه من الحر، الكرتونه حر، فابتديت اهوي واحده واحده. شلت المفرش اللي انا حطاه على الكرتونه من فوق وهويت جنب واحد كده بسيط، ما فتحتش الكرتونه كلها، جنب بسيط مع الجنب ده عشان الدنيا تبقى كويسه ايه عندهم. ما شاء الله كرتونه كبيره ومتحمله، مش دي كرتونه سخان تقيله، فطبعا مش بتتبهدل ميه. انا ما فيش عندي ميه بدلقها خالص خالص في الكرتونه، مخليها بالي لان الفراخ لو سقعت هتاخد برد. طيب هويت الكرتونه مره واحده؟ لا، فتحت حته صغيره حته صغيره لحد ما فتحت ناحيه واحده بالكامل، بس على مراحل، يعني مش على طول كده فتحت عشان ما ياخدوش مني ايه هوا. بس هنا كنت معطشاهم، انا بعطش وبجوع علشان ياكلوا معايا، يعني بعطش وبجوع. وفي فيتامين ومضاد حيوي كانوا بياخدوه تحصينات اول 3 ايام، ماشي عليه مره الصبح المضاد الحيوي علشان لو في برد او حاجه، بالليل نوع فيتامين بيفتح نفسيتهم على الاكل. لو في اسهالات بسيطه طبعا من تغيير المكان او من نقل او من ان انا مثلا ممكن اهوي شويه او حاجه، طبعا عشان ما يتخنقوش، فبحط لهم فيتامين يعوض معاهم بالليل. زي ما انتوا شايفين انا مجوعاهم. انا كنت شلت الاكل هنا بالليل ساعتين وفرشت طبقه الجير الابيض، ما تقلقوش منها، هي كده كده اصلا يعني كويسه، حتى لو نقروا فيها مش هتاذيهم ولا حاجه. وسبتهم زي ما انتوا شايفين كده ايه يعني ياخدوا راحتهم في المكان بس. فابتديت ان انتوا يعني ابتديت ايه ان انتوا بقى ايه تتفاعلوا معايا وكده. هتابع معاكم لحد اخر الدوره. مفيش تفاعل، انا عندي يعني ما شاء الله روتينات وحاجات كتير عايزه انزلها معاكم، ومشتريات رمضان وتجهيزات رمضان وتفريزات رمضان وتنظيفات رمضان، حاجات كتير جدا. فلو ما اشتركتيش بقى اشتركي وفعلي زرار الجرس لو وصلت معايا لحد هنا عشان يوصلك كل جديد. فايده الكرتونه حضانه حلو قوي. بعلي اللمبه فوق، انا عليت اللمبه امبارح، عليت اللمبه فوق، ده كنت مصوراه امبارح ونزلته لكم النهارده. المفروض كان ينزل امبارح بس يعني اهو تمام. رجعت تاني اصور معاكم مع اني ما كنتش هصور والله، بس عشان اتسالت حبيت اجاوب. رفعت اللمبه لفوق علشان ما تبقاش محرراهم، وفتحت جنبه بسيط قوي يهوي الكرتونه شويه من فوق مع الفتحه اللي انا بحط منها الاكل من قدام دي. بحط منها الاكل تمام.
بس كده. فاهم حاجه في المكان التهويه والنظافه. النظافه طبعا بتخليهم ان هم ما ياكلوش الفضلات بتاعتهم فيجيلهم مثلا بكتيريا. نبتدي ندي حاجات للميكروب، ندي حاجات للبرد، هما كده تمام. انا بكره هنضف لهم تنظيفه حلوه قوي وهوريكم ان الكرتونه ما تبلتش والدنيا عندهم تمام. والتهويه تمام برضو. بكره هوريكم انا هويت ازاي وعملت ايه. الدنيا عندهم تمام جدا. بس هغير لهم بقى الكرتونه امتى؟ انا مش هغير الكرتونه، انا بنضف الفرشه مش كلها، بنضف بس من على الوش وبحط طبقه نظيفه تاني نشاره، وتحت النشاره الجبس الابيض. هنقلهم بقى ان شاء الله كده، يعني ايه لما احس ان الكرتونه ضاقت عليهم. طبعا هنا انا بعداهم بس هما يعني ايه ما شاء الله في الكرتونه، يعني كمان 10 انا يعني مش عامله زوم عليهم. كمان 10 ايام باذن الله. 10 ايام يعني يبقى لهم 14 يوم 15 يوم قبل ما اغير العلف من بادي النامي اللي هو الاكبر. واديهم طارد للسموم، يعني هبتدي اديهم طارد للسموم بقى عشان العلف اللي احنا هنغيره. هتابع معاكم كل حاجه. هنقلهم في عشه، يعني ايه عند ماما كده على السطح، او هشوف هنقلهم ازاي بقى علشان ما ياخدوش مني هواء او برد، لان خطوه النقل دي مهمه جدا. انا ما عنديش مكان للاسف ان انا احطهم فيه غير الكرتونه، مش هينفع يتحطوا خالص خالص في الشقه عندي، طبعا هيبهدلوا الدنيا وكده وهيبقوا ما شاء الله كبار، فمش هينفع. بصوا بقى زي ما انتم شايفين دي كده انا سبتهم ونضفت لهم وهوت لهم وظبطت لهم الدنيا على الاخر. طبعا ببقى قافله الشباك، ما بفتحش الشباك خالص وانا بعمل الحاجات دي عشان ما ياخدوش برد. وحطيت مضاد حيوي مع ان ده رابع يوم ليهم. رابع يوم ليهم. المفروض ان انا كنت اديت مضاد حيوي 3 ايام، بس انا هويت الكرتونه من فوق فكنت لازم ادي مضاد حيوي عشان ما يسلوش او يخنفروا او يجيلهم برد. فعملت كده ايه اخر حبه كانوا عندي مضاد حيوي حطيتهم. بس الطاجن بقى عندي زي ما انتم شايفين هحط ايه العلافه دي. دلوقتي انا عاملاها زي علافه كده. طبعا انا هشيل الفرشه دي معاكم وهوريكم بقى انا عملت ايه ان شاء الله باذن الله بكره على 1000 خير. تمام. بس حركه ان انا بقلب المسقيه بخلي بالي المسقيه ما يدلقوهاش جوه الكرتونه. دي كرتونه لو اتبلت واتبهدلت طبعا مش عارفه اتصرف فيهم دلوقتي لان هما لسه ما ينفعش يتشالوا منها، يعني بكبيري قوي 15 يوم في الكرتونه. وهحاول ان انا ايه انقلهم بقى، عايزين مكان اوسع، عايزين تهويه اكتر، عايزين تنظيف اكتر، فمش هينفع خالص في الكرتونه. فهنقلوا كل حاجه معاكم. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا صرف النظر ان انا برجي كتير، بس انا بحكي لكم بالتفصيل انا بعمل معاهم ايه. ليه بقى يا ولاد؟ علشان انا ما بربيش فراخ. انا حبيت اعمل تجديد في القناه واشارك معاكم حاجه انا ما عملتهاش قبل كده، والله فلحوا يعني بقوا كويسين معايا. مش كويسين معايا دي النتيجه اللي حصلت قدامكم. الاخطاء طبعا وقعت في اخطاء كتير اول ما جبتهم. قلت لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها. انا طبعا منزله لكم كذا فيديو عن اول الدوره بتاعه تربيه الفراخ البيضاء، اتفرجوا عليها. قلت لكم ايه الاخطاء اللي حصلت معايا. اخطاء طبعا ابتديت اتفاداها دلوقتي، وطبعا الفتره اللي جايه لو حبيت اربي تاني في الكرتونه هتفادى حاجات كتير برضو. طبعا احنا بنتعلم، يعني انا حبيت ان انا اتعلم كده وحاجه في البيت بتنفع. داخل رمضان كل سنه وانتم طيبين. يعني عادي مفيش مشكله، هما مش مضايقني. انا باستمرار بنظف حواليهم، باستمرار بهولهم، باستمرار بنظف جدا الاوضه. معطر برضو حلو كده برشه مثلا بره على باب الاوضه، ما بيخشش عندهم بس بيخلي دخلة الاوضه مش ريحتها فراخ برضو، علشان ما يبقوش برضو يعني مأزمين البيت عندي. انا بهتم جدا بموضوع النظافه ده اصلا. فعشان اربي حاجه في البيت فكنت لازم اعمل يعني ايه حاجه ما تضايقنيش، ولا ريحه ولا بهدله ولا اي حاجه. والحمد لله لحد الان انا ناجحه في ده. طبعا كانوا عطشانين جدا فحطيت لهم المسقيه، هم شربوا بس كانوا جعانين فكانوا مستنيين الاكل بقى، يعني هم مستنيين الاكل عشان ياكلوا ويشربوا. اهم حاجه يا ولاد في الدوره دي ان انتوا تجوعوا ساعتين بالليل علشان زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ياكلوا ويشربوا. هنا بقى ايه كنت انا ايه سبتهم شويه شربوا المضاد الحيوي، وبعد كده حطيت الاكل ابتدوا ما شاء الله ياكلوا ويشربوا، وابتدوا ان هم يطلعوا ريش. انا ماشيه معاهم كويس، عل وعسى ان انا يعني انجح، حتى لو ما نجحتش نجاح كامل بس كفايه ان انا حاولت، والمحاوله هو النجاح اصلا. ربنا يسعدكم جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. روتيناتي بتكون تعجبكم، وعشان اعرف ان هي بتعجبكم لازم تتفاعلوا معايا شويه عن كده. طبعا فضلا وليس امرا كل اخواتي اللي بيحبوا دودو
يتفاعلوا معاها باللايكات والاشتراكات والكومنتات اللي نصلي فيها على الحبيب. ولو عايزين اي حاجه تسالوني عليها هجاوبكم. لو انتوا عندكم اي اضافات قولولي عليها اعملها معاهم. كلكم اخواتي في الله. انا بحب ان انا اشارك معاكم يومي بس مش اكتر، مش بعلمكم لان انا اصلا بتعلم فيهم. بس طبعا بقولك يعني لو انت زي حالتي كده وعايزه ابتدي. الدنيا مش صعبه، الصعب ان احنا نستسلم للصعب، ده الصعب. لكن السهل ان احنا نسعى ونحاول نعمل حاجه، واي حاجه معانا ان شاء الله هتنجح. اعملي الجديد واعملي التغيير، هتبقي مبسوطه من نفسك جدا ان انت بتعملي كل حاجه. ده اللي انا حبيت بس اشاركه معاكم، تغييرات وتجديدات في القناه. على وعسى القناه تعجبكم. عشان تعجبكم اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وانت بقى قيمي القناه تعجبك ولا لا، ولو ما عجبتكيش ما تقلقيش، زي ما اشتركتي الغي الاشتراك وانا مش هزعل، لان انا بشتغل على القناه عشان تعجبكم. ف عايزه عيلتي تكبر، فبعمل فيها مجهود والله العظيم كبير. انا عندي فيديوهات كتير جدا ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. وبكده اكون خلصت معاكم روتين النهارده يا ولاد. انتظروني في روتين جديد وتنظيفه جديده وتجهيزات رمضان وتنظيفات رمضان بقى للشقه وتفريزات رمضان وتوضيبات المطبخ ومشتريات المطبخ وفرش المطبخ. حاجات كتير قوي 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 هتعجبكم طبعا. هبتدي كمان اكثف عشان الحق ان انا انزل لكم كل الحاجات اللي عندي فيديوهات. بوريكم ما شاء الله. هو بس عرقان شويه، طبعا كان عرقان علشان كانت كرتونه مكتومه، بس انا هويتها وحطيت مضاد حيوي، بس هويتها بسيط، مش يعني فتحه بسيطه خالص. وحطيت مضاد حيوي عشان لو في يعني حاجه ولا حاجه، بس الحمد لله ما حصل لهمش حاجه، لان ايه التهويه هم انبسطوا بيها. اشوفكم في يوم جديد. سلام.